الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلامنا النهاردة عن 5 قروش الدولة المصرية اللي هي دي، و10 قروش الدولة المصرية اللي هي دي. نشوف الأول ال5 قروش دي. دي ال5 قروش جمهورية مصر العربية. 5 قروش جمهورية مصر العربية. طب دي سعرها كام؟ دي سعرها يا باشا 5 جنيه. ما تزيدش عن 5 جنيه لو حالتها انصر زي دي كده. لو حالة زي دي كده دي سعرها 5 جنيه. يعني الورق اللي في ايديا دي سعرها 5 جنيه. اللي يقول لك غير كده ده ما بيعرفش حاجة. دي سعرها 5 جنيه ومعروفة في كل الدنيا وموجودة في كل الدنيا، بتنباع في كل الأسواق وبتنباع في الدنيا كلها ب5 جنيه. كذلك الحال برضو الورقة بتاعة ال10 قروش دي. دي 10 قروش برضو جمهورية مصر العربية. دي سعرها برضو 5 جنيه. ما بتزيدش عن 5 جنيه ولا تقل عن 5 جنيه. تقل عن 5 جنيه امتى؟ اما تكون الحالة متنية ولا فيها قطع ولا فيها عليها كتابة والكلام ده كله. دي سعرها يقل عن ال5 جنيه. لكن اللي في ايديا دي سعرها 5 جنيه. كل حاجة سعرها 5 جنيه. اي ورقة من دول سعرها 5 جنيه. الطبعة اللي في ايديا دي، دي طبعة ايه سعرها 5 جنيه. دي طبعة تانية ايه برضو سعرها 5 جنيه. كل ده سعره 5 جنيه. طب انهي ورقة بقى اللي هي غالية بقى وسعرها مرتفع وسعرها يوصل ل30 ألف و35 ألف؟ اللي هي شايف انت الشيلن ده؟ الشيلن ده مكتوب عليه جمهورية مصر العربية اهو. الشيلن ده مكتوب عليه جمهورية مصر العربية. بدل كلمة جمهورية مصر العربية دي هتشيل كلمة جمهورية مصر العربية دي وتحط كلمة الدولة المصرية. يبقى هنا مكتوب بدل جمهورية مصر العربية الدولة المصرية. الدولة المصرية. وهنا العلامة المائية بتاعتها صورة الملك فاروق. هنا العلامة المائية بتبقى صورة الملك فاروق. دي الورقة دي بتعمل من 30 ألف ل35 ألف. يبقى شيلن الدولة المصرية والعلامة المائية بتاعته الملك فاروق ده سعره من 30 ل35 ألف. الظهر بتاعها برضو بيبقى مكتوب عليه بدل جمهورية مصر العربية مكتوب عليه الدولة المصرية. الدولة المصرية وبرضو والعلامة المائية الملك فاروق. ده شايف انت العلامة المائية؟ ده توت عنخ آمون اهو. ده العلامة المائية توت عنخ آمون. لا دوكهت اللي مكتوب عليه الدولة المصرية بيبقى العلامة المائية صورة الملك فاروق. ده اللي سعره من 30 ل35 ألف على حسب حالة الورقة. على حسب حالة الورقة. يعني لو الدولة المصرية وزي الورقة اللي في ايديا دي حالتها زي الورقة اللي في ايديا دي تعمل 35 ألف. أقل من كده طبعا بتقلل في سعرها. كل حاجة على حسب حالتها. كل عملة بيتحدد سعرها على حسب الحالة بتاعتها. كل ما كانت الورقة حالتها جديدة كده سعرها بيرتفع. الورقة فيها قطع فيها كتابة عليها شخابيط متنية الكلام ده كله ده طبعا بيقلل في سعر العملة. ده يقلل في سعرها. لكن بالنسبة للورقة اللي في ايديا دي ورقة انصر اهي. انا عاوزك بقى لو انت معاك بقى الشيلن اللي هو مكتوب عليه الدولة المصرية ده وبنفس الحالة دي هتقدر تبيعه ب35 ألف. طب تبيعه فين بقى يا باشا؟ في عندك مليون مكان تقدر تبيع فيه. في عندك الاسواق. الاسواق اللي موجودة داخل البلد. يعني مثلا عندك في القاهرة في سوق اسمه سوق ديانة. سوق ديانة ده بيبقى موجود كل يوم سبت. بيبقى السوق ده موجود كل يوم سبت من الساعة 9 الصبح لغاية المغرب. في هناك الناس اللي هي هواة جمع العملة بيبيعوا ويشتروا في العملات. في السوق ده بيبقى كل يوم سبت. في عندك في اسكندرية في شارع خالد بن الوليد سوق برضو كبير. في عندك في المنصورة سوق برضو اسمه سوق الشيخ حسنين. ده بيبيع برضو العملات القديمة والناس هواة جمع العملة بتبيع وبتشتري هناك. ما انتش عاوز تروح الاسواق يبقى تبيع على جروبات الفيسبوك. ما انتش عاوز تبيع على جروبات الفيسبوك في عندك مواقع زي ايباي واوليكس والحاجات دي بتعرض فيها عملتك وتقدر تبيع وتشتري من خلال موقع اوليكس او موقع ايباي ده.
المهم ان انت يكون معاك العملة اللي هي مطلوبة. ايه هي العملة المطلوبة؟ اللي هو شيلين جمهورية، شيلين الدولة المصرية. اما لو شيلين جمهورية مصر العربية ده هتحتفظ بيه وتخليه عندك، لان سعره 5 جنيه وبينباع ب5 جنيه. نفس الكلام ينطبق على ال10 قروش دي، اللي هي 10 قروش الدولة المصرية. هتلاقي هنا مكتوب عليها 10 قروش الدولة المصرية. 10 قروش كده هي شبه دي بالظبط، هي بتبقى شبه دي بالظبط، شبه الورقة دي بالظبط، تبقى شبه الورقة دي، بس بدل ما مكتوب جمهورية مصر العربية هنا بتبقى مكتوب الدولة المصرية، الدولة المصرية. وهنا العلامة المائية صورة الملك فاروق. دي سعرها من 30 ل35 ألف برضو على حسب حالة الورقة نفسها. كل ما كانت الورقة حالتها جديدة تقدر تبيع بسعر أعلى. كل ما كانت الورقة تخروش معاك كده يبقى ده ورقة ممتازة وسعرها عالي وهيعلى معاك، وهتبيعها تقدر تبيعها بالسعر اللي انت عاوزه. تقدر تتحكم في الورقة على حسب حالة الورقة، في سعر الورقة على حسب حالتها. كل ما كانت الورقة أنصر كده تقدر تعلي من سعرها، وسعرها هيبقى غالي معاك وتقدر تطلب فيها اللي انت عاوزه. الورقة بقى فيها قطع، فيها بتاع، كل ده بتمنه. يبقى انت لو عاوز تبيع، يبقى انت لو معاك 10 قروش الدولة المصرية دي وعاوز تبيعها، اكتب لي في التعليقات وقول لي انا معايا، انا اقول لك تبيع فين، واقول لك على المكان الصح اللي هتقدر تبيع فيه. وانا قلته لك اهو. عندك جروبات الفيسبوك، عندك موقع ايباي، عندك الاسواق لو عاوز تروح. المهم ان يكون العملة المطلوبة هي اللي انت رايح تبيعها. ما تجيبليش بقى باريزة زي دي كده، ما تجيبش بقى واحدة زي دي كده وتقول لي هي دي ام 30 ألف. لا يا باشا، دي سعرها 5 جنيه، ومعروف سعرها في الدنيا كلها سعرها 5 جنيه. ده كله سعره 5 جنيه، كل ده سعره 5 جنيه. الورقة اللي بتتباع وسعرها غالي اللي هي مكتوب عليها الدولة المصرية، سواء شيلن أو 10 قروش. هنا مكتوب الدولة المصرية، سواء ال5 قروش أو ال10 قروش. أما كل ده سعره 5 جنيه. كل اللي قدام الورق، شايف انت الورق قد ايه قدامي؟ كل ده سعره 5 جنيه يا باشا، كل ده سعره 5 جنيه اهو. دي ب5 جنيه، ورق كله انصر اهو قدامك ما اتلمس. كل ده سعره 5 جنيه اهو، كل ده ب5 جنيه. الورقة اللي هي غالية اللي هي مكتوب عليها جمهورية مصر العربية، اللي هي مكتوب عليها الدولة المصرية، الدولة المصرية. هنا مكتوب الدولة المصرية، دي سعرها غالي جدا ويوصل ل30 و35 ألف جنيه، لأن هي دي ما انطبعش منها إلا قليل. كام ورقة كده بس هي اللي انطبعت في النسخ دي كلها. النسخ دي كلها ما انطبعش منها إلا عدد قليل من الورق، عشان كده سعرها غالي. فالناس اللي هم هواة جمع العملة بيدوروا على الورقة اللي مكتوب عليها الدولة المصرية، سواء شيلن أو 10 قروش. شيلن الدولة المصرية أو 10 قروش الدولة المصرية، ده اللي بيعمل من 30 ل35 ألف جنيه. أما أي حاجة مكتوب عليها جمهورية مصر العربية، كل حاجة مكتوب عليها جمهورية مصر العربية دي سعرها 5 جنيه. ما تجيش بقى تقول لي دي سعرها 30 و35. بس ده كان الفيديو عن ال10 قروش الدولة المصرية و5 قروش الدولة المصرية. لو عجبك الفيديو اعمل لنا لايك للفيديو واعمل اشتراك في القناة. ما عجبكش الفيديو ما تعملش لا لايك ولا تعمل اشتراك ولا تعمل اي حاجة، وصلى على النبي بس كفاية عليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.